مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان الكريم خلينا نبدأ. قائمة المنتخب نزلت، الحقيقة بالنسبة لي أنا اتضايقت جدا لأن حسيت فيها بظلم كبير. أولا كهربا مش موجود، بيرسي تاو مش موجود، علي معلول وزغلول الاتنين مش موجودين. لكن سيبك بقى من كل دول، أهمهم مش موجود. عم حارس مش موجود في قائمة المنتخب، مع العلم إن عم حارس من صغره زملكاوي. طبعا انا وانا من صغري، طبعا من صغري لحد 12 سنه، قبل ما اتنقل من نقلتي للنادي الاهلي، من النادي اللي انا اشتغل في النادي الاهلي، كنت زملكاوي. احنا بنطالب كابتن امام عاشور نجم الاهلي الحالي ورئيس النادي الاهلي القادم باذن الله، بنطلب منه التدخل ان هو يقول كلمته في الاهلي، انه يضم عم حارس لمنتخب مصر. في اسم بقى معانا النهارده، الحقيقه انا استغربت لما شفته منضم من ضمن الاسماء اللي منضمه للمنتخب، الا وهو كابتن محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. مش فاهمه باي وجه سبب نضم واحد زملكاوي، هو اوريدي منتخب الاهلي، فهنجيب لهم زملكاوي؟ لا، هيحصل مشاكل، هيحصل اعاقات. حتى لو قعدك ما ينفعش يقعدك، ولا ينفع حتى يكون حارس مرمى، هو لا يصلح. فاحنا بنطالب مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يحتفظ بعواد، ويطالب عدم رفضه لانضمام عواد للمنتخب. بعدين انت عندك شوبير، انت محتاج عواد في ايه؟ شوبير يعني القوه الجسديه، اللياقه البدنيه، سرعه البديهيه، ويكفي انه ابن الاعلامي العظيم الكبير شوبير الكبير. في حاجه كمان انا مستغربه لها، هو ان احنا بعدنا التوأم. يعني المفروض يا حسام انت تبقى اكتر واحد فاهم يعني ايه توأم، لان انت وابراهيم على طول ما بتتفرقوش مع بعض. فانا مستغربه جدا ان انت ضميت امام وما ضمتش معاه توأمه كهربا. طيب خلينا دلوقتي قلنا ان في جول جه، مين هيحتفل؟ مين هيساعد امام على الاحتفال؟ مين هينام على ركبته ويعمل لنا مين هيعمل امام عاشور مش هيعرف يعمل فاحنا بنطالب بوجود كهربا ملتصق مع امام علشان يعملوا مع بعض. اوكي، ده لو جابوا جول يبقى تعالى قابلني. انا الحاجه الوحيده اللي انا مستغربه لها بقى، هو انتوا ليه مسمينه منتخب مصر؟ ممكن يكون ان انت مش شايف حد يمثل مصر غير لاعبي النادي الاهلي. برافو عليك، الطبله اشتغلت وضمنت مكانك وضمنت مستقبلك يا كابتن حسام. بس اللي انا عايزه اقوله لك، يعني اللي حضرتك ممكن تكون مسقطه سيكا، ان هم ما بيبقوش على حد على فكره. قدم فروض الولاء عادي، فقدم فروض الولاء، قدم فروض الولاء والطاعه على حسابنا. ما القنوات بتقدم فروض الولاء والطاعه، فروض الولاء والطاعه على حسابنا. الاعلام كله بيقدم فروض الولاء والطاعه على حسابنا. حتى رموز نادي الزمالك لما كانوا رايحين ماتش كاس مصر اتسالوا في الطياره، قال لهم ها تفتكر الزمالك هيكسب ولا الاهلي؟ رفضوا حتى يقولوا امنيتهم ان الزمالك يكسب، عشان خاطر ان الناس ما يزعلش، وعشان خاطر صاحب الطياره ما يزعلش، وصاحب الهيلمان ما يزعلش. قال لك اكل العيش مر يا باشا. فراح قايل لك ايه بقى؟ قال لك هبقى حيادي. جه حيادي قال لك هبقى حيادي، راح مبوظها اكتر. قال لك بعد الماتش هقول لك. والتاني راح قايل له ان شاء الله كلنا كسبانين. الصلاه على النبي على الديمقراطيه. مش باين ان انت ديمقراطي؟ ما كلنا عارفين ان انت بتطبل علشان خاطر ان الناس يرضى عنك، وبتطبل علشان خاطر اكل العيش. انتوا كلكم طبلاطيه، انتوا مش رموز. الخواف ان هو يقول امنيته عمره ما يكون رمز. فانت خواف، انا بخاف، انا خايف على اكل عيشي، انا خايف على غضبهم عليا. اطلع قول كده. الاعلاميين الكبار المحترمين 24 ساعه يقولوا لك خلاص صلح مع الخطيب ومع حسين لبيب، والاثنين راحوا لبعض وما اعرفش ايه، وعايزين ننبذ التعصب. انتوا اول ناس بتشجع على التعصب. وروح بص على القنوات يوم كاس مصر ايه اللي حصل فيها، روح بص على الاهانات يا شيخ. ده انت حتى والماتش شغال مدحت شلبي عشان المام راح قايل لك هو عبد الله السعيد ظهر كم مره انا ما شفتوش. الله، طب بما انك قلت عبد الله السعيد ظهر كم مره، طب ما تقول لي كهربا ظهر كم مره؟ في حين ان احنا لو اتكلمنا ودافعنا عن النادي بتاعنا هتطلع اللجان تتكلم علينا، هتطلع اللجان تجيب اللي مش فينا، هتطلع اللجان تشتمنا. في الحقيقه انا عايزه اقول لكم شكرا لكم النبذ اللي انتوا عمالين تعملوه علينا، سواء في الاعلام، سواء في المنتخب، سواء في اي حاجه. شكرا كابتن حسام حسن على اللي انت عملته. وانا بطالب فعليا مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يرفض ان عواد يروح، مش عشان حاجه، ولكن عندك بديل عواد. ولكن انا بقى محتاج عواد. وصدقني والله العظيم لو كانت دمت لغيرك ما كانتش جاتلك، عشان بس نكون واضحين. فعليا ما بتجيلناش من المنتخب ده، وطلع الاصابات والبهدله والدنيا كلها، ولاعيبتنا بترجع متكسران. طب ليه؟ ربنا معاكم، كده ما حدش بيتفرج على المنتخب من زمان قوي. الكلام ده منتخب مصر انتهى من سنين. وروح اسال اي حد في الشارع قول له منتخب مصر اخر مره لعب امتى، اتحداك لو طلع عارف. بالنسبه للاعلام فخليكم فاكرين انها دايره، يعني هتلف تلف، والزمالك ان شاء الله في الفتره القادمه يفاجئك وتلاقي ان الاعلام بتاعنا واقف على رجليه من اول وجديد، وساعتها هيبقى لينا حق الرد.